صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى معايا فيديو جديد. قبل ما نبدأ بس الفيديو بتاعنا كده ما تنسوش تصلوا على النبي كتير او في الكومنتات، وبعد كده تنزلوا بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا لسه اول مره بتتابعوني وبتشوفوا قناتي. عايزه بقى لايكات بقى كتير للفيديو ده، وتشيروا الفيديو ده لكل اصحابكم وحبايبكم علشان القناه توصل وتكبر بيكم يا احلى متابعين في الكون كله، واخواتي واصحابي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، وتفضلوا كده دايما معايا وسند ليا. النهارده بقى هعمل لكم جوله في المطبخ، الفيديو المنتظر اللي انتوا كلكم عايزين تشوفوه. وبعد ما عدلت المطبخ وظبطته كده وترصي الحمد لله، هو بس بقى في حاجات بسيطة هقول لكم عليها وانا بوريكم كده في الجولة. بصوا بقى، انا تعبت بصراحة في الفيديوهات دي، يعني بصوا استاهل منكم لايكات كتير جدا، وكمان تشيروا الفيديو ده وتتفرجوا على الفيديو للاخر بالاعلانات علشان تفضلوا كده سند وظهر لاختكم. ربنا كده يديمكم نعمة في حياتي يا اغلى متابعين واخوات في الكون كله، والله العظيم بجد انتوا بجد على راسي من فوق. تعالوا بقى نبدأ الجولة بتاعتنا. بس عايزة اقول لكم بقى كلمتين. بجد انا محتاجه دعمكم جدا جدا الفتره دي، لاني انا بجد بقالي سنتين فاتحه القناه. ف يعني محتاجه زقه منكم بصراحه، ان انا يعني الفيديوهات بتاعتي تتشاف، وكمان تدعموني كده، ان انتوا تشيروا الفيديو مع اصحابكم مع قرايبكم مع اي حد انتوا عارفينه. تشيروا الفيديوهات على قد ما تقدروا كده، تكتبوا لي كلام حلو في الكومنتات اللي دايما بيشجعني ويقويني ان انا اعمل لكم فيديوهات. ادعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم ان انا بجد اكمل، لان بجد بتعب جدا ومفيش تقدير ولا في اي حاجه مقابل. فربنا كده يبعد عننا الحاسد والحاقد كده، وينور لنا طريقنا، ويبعد عننا اي حاجه وحشه. تعالوا بقى كده نسمي بسم الله ونصلي على الرسول كده وتعالى ندخل على الجوله بتاعتنا ونشوف احنا عملنا ايه في المطبخ. بصوا كده، اول حاجه هنا هبتدي كده بالذره في الاول، وبعد كده هوريكم الحاجات اللي على الرخامه. تمام كده، تعالوا كده نفتح اول ظرفه كده ونشوف حطيت فيها ايه. انا هنا حطيت اطقم الحلل، حطيت الجرانيت، وكمان حطيت، بصوا انا حطيت طقم الجرانيت معاه الطقم التيفال المقالي الطاسات يعني، وحطيت كمان صينيه الكب كيك. هنا حطيت تحت، هنا في الرف اللي تحت حطيت الطقم التركي اللي هو الاستانلس، وحطيت كمان الطقم الصاج. فوق هنا زي ما انتم شايفين حطيت بقى مقلة الكريب، حطيت الطاسات الجرانيت، حطيت الكب كيك اللي هي الصينية. بصوا هي دي الضرفة دي بتاعة الحلو. هنا بعديها اللي في النص دي بتاعة الزيت. عايزه اقول لكم ان الضرفتين اللي هم في الاخر اللي في الاول دول اصلا منفصلين، اللي هم كانوا لوحدهم. لو تفتكروا في الشقه اللي انا كنت فيها، ان القطعتين دول كانوا على القطعتين اللي هم اللي انا حطاهم على الرخامه حاليا، هتشوفوهم دلوقتي. لكن انا عملت تعديل في المطبخ علشان خاطر المطبخ يظبط كده ويبقى شكله حلو معايا. تمام كده. اللي جنبيها كده حاطه جنب ضرفه الزيت ضرفه خزين السكر والحاجات ديت. لسه بقى هجيب مكرونات واجيب شويه حاجات كده، لان بصراحه لسه كنت لسه بخلص فرش وما جبتش اي خزين. فهنا بقى الدرج ده حاطه فيه كل المعالق والشوك وحاجة المستكات والايس كريم، المعايير، المضرب النسكافيه. بصوا حاطه هنا الحاجات دي اللي هي صغيره، والسكاكين والحاجات دي كلها. طبعا شنطه السكاكين حطاها في النيش، انا مش بستعمل منها اصلا حاجه، انا عندي معالق كتير بره فرداني والشوك وحاجات زي كده. الدرج التاني بقى اللي هو الدرج ده اللي بصوا عند كل البني ادمين، والله بصوا بحس ان هو في كل مطبخ مصري اصيل الدرج ده. حاطه بقى الزباتولا، مضرب البيض، بصوا الحاجات دي كلها، الصفايات، المسكات، حاطه كل الحاجات اللي هي رفايع دي. تحت هنا بقى حاطه الخلاط، حاطه الكرتونه اللي فيها القطع بتاع الوافل وحاطه هنا علبه السمنه، مش لاقيه لها مكان بصراحه، على ما الاقي لها مكان في ظرفه الخزين، والعلب اللي بحط فيها الصلصه. تحت الرخامه هنا حاطه المطبخ طبعا نصه تحت الرخامه ونصه لبره. هنا بقى حاطه كل الحاجات الالمونيات، القوارب، صواني الكيكه. حاطه هنا الحاجات دي كلها، الطقم التيفال بتاعي القديم. حاطه هنا الاطباق البلاستيك، المصافي، الحاجات دي كلها الالمونيات.
تمام كده. بصوا انا مخليه الضرفه دي في الاخر لان مش بستعمل منها حاجات كتير بصراحه. انا بستعمل طقم الجرانيت وبستعمل مقالي الجرانيت والحاجات دي، لان انا طبعا ايدي بتوجعني وكمان الحاجات دي صحيه جدا، يعني طقم الجرانيت صحي جدا جدا، يعني انصحكم بيه بصراحه. انا جربته بقالي سنه اهوت وشويه، فبصراحه جميل جدا. هنا بقى الضرفتين اللي هم تحت بعض دول اللي الازاز، حاطه فيهم الكوبايات والكاسات والحاجات اللي هي الحاجه الساقعه والعصاير وكده اهو. بصوا بقى انا طلعت بصراحه، كان عندي اطقمه كمان جديده طلعتها بقى في المطبخ. يلا ان شاء الله ما حد حوش يا جدعان، استعملوا كل حاجه وافرحوا بحاجتكم. وبصوا ما يعني طلعوا حاجتكم واستعملوها، ربنا كده يبارك في عمركم وتستعملوا كل حاجه والله انتوا بتحبوها. يعني استعملوا، ما حدش عاش بصراحه، نستعمل ونتهنى ونعيش كده ونستمتع بحاجتنا. انا بصراحه طلعت شويه حاجات من عندي كنت عيناهم لسه في علبهم، وما زال لسه عندي في العلب، وهوريكم دلوقتي ان والله في علب مقفوله اهو. الضرفه ديت فيها كمان علب مقفوله فوق، فيها كوبايات وفيها الهاند بلندر وفيها براد كده مش بستعمله، يعني كنت سايباه احتياطي لما الكاتل مثلا يبوظ وكده. مكنه البيتيفور، فناجين، مجات، اطقم عصير فوق كل ده بالعلب، والله مش ما استعملتوش لسه بصراحه. هنا كمان القمع بتاع الزلابيه والكريمه. هنا الطواجن، حاطه هنا الطواجن والبايركس والطقم الحراري اللي هو بيدخل الفرن والمناخل بصوا حاجات كده. ودي اطباقة الرز بلبن، انا ببقى سايباه هنا كده اطباقة الرز بلبن ديت، عشان بستعملها بصراحة على طول لتيا وكده، بعملها رز بلبن على طول، فسايبة شوية الاطباق دول هنا. هنا بقى حطيت طقم التوابل ده. تعالوا ندخل كده على الضرفة التانية. حاطة هنا بقى الطقم اللي هو بتاع الفتحات والبيتزا والحاجات دي كلها. حاطة طقم كده كوبايات من ورا كده، مش عارفة اجيبهولكم بصراحة لان المطبخ عالي وانا مش طايلة. حاطة شفشق من فوق. وهنا طقم القهوة الكيوت القمر اللي انا بحبه، اللي انا والله بص عايزه اقول لكم ما استعملتوش لسه والله العظيم، فانا ان شاء الله هنستعمله مع بعض كده باذن الله. هنا حاطه الكوبايتين الحراري دولت عشان بناخدهم بره لما يكونوا رايحين في مكان. حاطه هنا المجات بتاعه النسكافيه والكوفي ميكس كده. حاطه الترمس ده من ورا، مش بستعمله كتير بصراحه. تعالوا بقى كده نروح على القطع اللي فوق الرخامة بتاعة الحوض. هنا صفيت الاطباق. طبعا هنا بصوا اي حد بيحط طقم من الملاميل بصراحة بتاعي نضيف جدا وتركي وضد الكسر وجميل جدا بصراحة، يعني انا معايا بقاله 13 سنة يعني الحمد لله ما غيرش جدا، ولا بصوا على لونه زي ما هو بالظبط. الضرفة دي حاطة فيها الحاجات بتاعة الخلاط، الكبة، التويستة ديت بتاعة لما يكون النور قاطع بتعمل الطماطم والحاجات زي كده. حاطة الشفشق، حاطة ترمس كمان. بصوا انا مش عارفة ليه ماما كانت جايبه لي 3 ترامس، بس يلا ما علينا. هنا حاطة برضو في طقم كده ستانلس بتاع بواقي الاكل، لما بيكون في باقي اكل بسيط بقوم حاطة فيه. حاطة هنا بقى الرشاقة بتاعة الكوبايات دي، بصراحة انا بحبها جدا وحطها في الجنب كده. بحط عليها المجات اللي انا بستعملها على طول بتاعة الشاي، المجات العادية. حاطه هنا بقى على الرخامه طقم التوزيع. حاطه هنا برضو شويه بقى المعالق الخشب والسباتولا، وحاطه شويه حاجات كده بقلب بيهم في الحله الجرانيت، والقطاعه بتاعه الخضار واللحمه وكده. والتوابل حطاها في جنب كده جنب البوتاجاز. ودي صفيت الاطباق. طبعا انا بحب بص من النوعيه اللي انا بحب اصفي الاطباق جدا 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 قبل ما احطها بصراحه، علشان يفضل حاجتي كلها نظيفه ومرتبه وكل حاجه. عايزه اقول لكم ان انا دايما يعني في الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوني مش بنضف معاكم المطبخ كتير من جوه. ليه بقى؟ لان انا بحط حاجه بترتيب، بصوا ما بحبش الهرجله. طالما انا اللي ايدي بس في المطبخ بحب ان انا احط حاجتي بنظام جدا وبرصها وبخليها زي الفل. على الرخامه هنا حطيت الفرن الكهرباء وحطيت عليه شويه اطباق صيني كده، انا بحب ان انا اقدم فيهم على طول. هنا الفويل وورق الزبده والحاجات دي برضه لسه ما شفتلهاش مكان، لسه هشوف لها مكان. والمناديل بتاعه المطبخ.
على الرخامة هنا برضو حاطة الورد ديت مديه برضو شكل كده. عايزة اقول لكم الحوض بيلمع ازاي من الملمع الاستانلس اللي انا وريته لكم قبل كده. ارجعوا برضو الفيديوهات اللي ورا هتلاقوا الملمع الاستانلس انا غاسله بيه الحوض قبل كده والحنفيات. بصراحه بيخلي الحاجه بتلمع والله العظيم بجد بتلمع. والشفاط زي ما انتم شايفين والبوتاجاز. طبعا انا كنت غاسله كل حاجه بصراحه ومخليه كل حاجه زي الفل. وزي ما انتم عارفين ان انا بصراحة ايدي بتكون في الحاجة على طول وبخليها جميلة وزي الفل وبتلمع كده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ عايزة بقى رأيكم كده في الكومنتات. ايه اللي انا بقوله ده؟ عايزة بقى رأيكم انا لازم كده في كلام بيسقط مني. هنا بقى حاطه التلاجة في دخلة المطبخ كده على ايدي اليمين حاطه التلاجة. حاطه هنا الشاي والسكر والنعناع اللي احنا بنستعملهم على طول. القهوة بقى والكوفي ميكس والحاجات دي كلها حطاها في طقم التوابل الصيني اللي متعلق. لكن دول علشان انا بستعمله على طول فحطاهم هنا جنب الكاتل بالظبط. والكاتل ده كنت جايباه جديد لان الكاتل بتاعي الله يرحمه يعني اتحرق. وهنا بقى التوستر الجميل ده والله بجد عايزه اقول لكم حاجه ايه كده اختراع وهم اقسم بالله. اللي عايز يجيبه بجد جميل جدا جدا. كمان لو انتوا عايزين تعملوا فيه وافل عايزين تعملوا فيه سمبوسه عايزين تعملوا فيه على فكره فيه قطع كتير جدا وفي بسكوت ال10 دقايق وفي كمان قطع للدوناتس وفي قطع البيتيفور في حاجات قطع كتير جدا على فكره. تقريبا 8 قطع 8 اشكال. بصراحه جميل جدا. وهنا حاطه طقم القهوه ده بستعمله والمعالق وطقم ايه العصير. وده كده شكل المطبخ. عايزه اقول لكم ان انا الورق الرخامي ده الاستيكر الرخامي طبعا باظ. هضطر ان انا طلبت واحد بصراحه لسه ما جاشي. واول لما يجي هقوم عامله لكم بقى ايه تغيير للرخامه بتاعه المطبخ خالص عشان بصراحه الاستيكر اتدمر مش شيل والحط وكده. كمان قصيت الرخامه وحطيت المطبخ زي ما انتم شايفين كده جنبي بعضيه كده علشان ان هو المطبخ ياخد وكده. فاضطريت ان انا ازق القطع جنب تحت الرخامه واقص حته من الرخامه واحط. كان القطع الحمراء اللي هما ضرفتين اللي هما جنب الرشاقه بتاعه الاطباق دي كانت منفصله. وبتاع الالمونتال بصراحه عاملها لي وجدد لي في المطبخ وخلاهولي شكله جميل جدا. لو ترجعوا برضو للفيديوهات مش هتلاقوا ده شكل المطبخ. وزي ما قلت لكم ان انا في الفيديو اللي قبل كده عملت تجديد في المطبخ وشلت منه حاجات الزاوية اللي كانت فوق وكده وخليته جميل جدا. طبعا الناس اللي وصلت معايا لغايه هنا ليه ما حطيتوش لايك لغايه دلوقتي؟ لا بجد زعلانه جدا. لا 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 زعلانه بجد والله. ليه ما حطيتوش اللايك بتاعكم؟ ليه ما كتبتوليش كلمه حلوه كده وشجعتوني؟ تعالوا بقى ندخل على البلكونه اللي ترد الروح اللي في المطبخ. بصراحه البلكونه دي جنه. عايزه اقول لكم جنه والله العظيم بتجيب شويه طراوه وهوا مش طبيعيين كده. ده شكل كده البلكونه. حاطه بقى فيها المنشر لان البلكونه دي اللي فيها المنشر اللي انا بنشر فيه. شايفين بقى عايزه اقول لكم ان بصراحه لما بكون واقفه انشر كده بحس ان انا مش عايزه ادخل جوه اساسا والله العظيم من كتر ما البلكونه طراوه وجميله كده. بصراحه المطبخ طراوه وجميل. بصوا بقى عايزه اقول لكم لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم والجوله عجبتكم ما تنسونوش بقى بلايك وشير وسبسكرايب. بقول لكم الهوا جميل مش عايزه ادخل جوه. بصوا انا عايزه بقى لايكات بقى كتير للفيديو ده. بص طلعوني يا جدعان والله طلعوني ترند. ايه اشمعنى انا يعني ما طلعتونيش ترند لغايه دلوقتي؟ طلعوني ترند كده علشان القناه بتاعتي تتشاف كده. وده انا يعني خساره والله يعني فيديوهاتي جميله والله العظيم. يعني انتوا قولوا له برضو رايكم في الكومنتات. ايه رايكم في الجوله وايه رايكم في الفيديوهات عامه؟ عايزه بقى لايكات واتفرجوا على الفيديو للاخر بالاعلانات. واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وسلام. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.